السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناة أم حسن، شرفتونا ونورتونا. بصوا يا جماعة، ده قلقاس جبناه بعد المطرة ما نطرت. نعمل ايه عشان يا جماعة أول ما بتحطيه على النار ما بياخدش وقت، يعني ما خدش ايه من 10 دقايق ربع ساعة، يعني كتير قوي تلت ساعة. فطلعته بعمل كده بالمعلقة اهو قدامكم، لقيته ايه مهري اهو. فانا بقى جايبه ايه، وقبل عملت الشوربه ازاي؟ ميه من الحنفيه، بصله، فص ثوم، ورق لورا، حبهان. لو عندك الحاجات دي، عندكيش البصل وفص ثوم. وكل بيت طبعا باذن الله عمران بالبصل وايه والثوم. وتقطعي القطعتين دي، وتقومي عصره ايه في نص ليمونه او ليمونه. لو الليمون فيها ميه احصري نص، لو كبيره ومليانه ميه. انا لقيتها مليانه ميه النص ده، كبيرة ازاي ومليانة مية، قمت حطاها. وبعدين لقيت نص تاني جنبي، قلت هو كل تلاجة فيها نص ليمونة كده زي عندنا؟ اللي عنده نص ليمونة مركونة كده في باب التلاجة يا جماعة يكتب لي، يقول لي اه انا دايما عندي نص ليمونة مركونة. فقمت حصراه وغليت المية. الحاجات دي اللي انا قلتها لكم، ودي لقيتها في التلاجة. اللي يعرف دي اسمها ايه ايام اول الشهر وخير اول الشهر يكتب لي في الكومنتات. ايه دي ام حسن، دي كذا. نورتونا وشرفتونا. كل اللي اشترك في القناة الله يبارك له، واللي عمل لايك، واللي عمل كومنت حلو كده الله يبارك له يا رب. وروح عند الرسول، نجمع كلنا عند الرسول. خلاص المهم استوى، المية غليت بالحاجات اللي قلتها لكم دي. تقومي حاطة القلقاس بالتقطيعة الحلوة الصغيرة دي. خلاص، وتكوني بقى عندك الحاجات الحلوة دي. انا محضراها، جبتها الحاجة غسلتها من بالليل وقطعتها ووضبتها. ده ايه، كزبرة وسلق. كزبره وسلق. شوفوا الحاجه حلوه وخضره ازاي، ما تجيبيش حاجه دبلانه. يقول لك الحاجه الدبلانه بتبقى فاقده نص الفيتامين بتاعها. ازود جنيه واشتري حاجه طازه، يعني بشتري حاجتي بجنيه زياده، ما اروحش بقى عند الحاجه اللي دبلانه واجيبها. خلاص. انا بقى ايه يا جماعه، خلاص بقى دوت تتعمل ازاي هقول لكم دلوقتي. حمرته، حمرت السلق والكزبره بتوم، احطهم اهو. التوم اهو، ده بابا غسلاه يا جماعه ومبوشاه. اول ما اعمله بجوز السكينه كده ايه بيتقشر بسهوله جدا، بلاش تعملي بايديكي. خلاص. فانا بقى حمرت الحاجات دي بعد ما خرفشت خلاص، والريحه بتاعتها طلعت وجمالها وحلاوتها، والثوم اتحمر وهرسه كده بالمعلقه يتهرس. وعلى النار اقوم ايه، الهاند بريندر يضربه يا بالخلاط. اكيد بقى كلنا عندنا خلاط باذن الله، واللي ما عندوش فاكرين الهون وايام جمال الهون، ايام زمان الحلوه كانت احلى ايام. امهاتنا بقى الحلوين الله يرحمهم واللي عايشين يا رب يديهم الصحه، بايد الهون وهي سخنه تدعك 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 توصل للمرحله الجميله دي. انا ده كنت ضرباه في الخلاط، كنت بعمله بايد الهون الاول. ابص عاملاه في اكياس ازاي، عاملاه مكعبات. كل طبخه، بس مش كل طبخه بقى ايه هفضل اعمل، لا كل طبخه ومطلعه ايه المكعب ده. انا جبت كميه كبيره، هي جات لي كده لقيتها حلوه ورخيصه وطازه. خضره زي ما وريتها لكم كده، قمت محمراها. بصوا جمالها وحلاوتها. بصوا هحطها بقى هنا ايه بعد ما اتسلقت خلاص. او الكميه التانيه دي بقى هشيلها برضو. اما اجي اعمل تاني اطلع مكعب مكعب كده واقلب بقى كده. بصوا كل دار ولها مدار. الدار بتاعتنا بيتنا يعني المنزل بتاعنا، اقولها لكم اهي بكل ايه طريقه عشان كل واحد ايه يبقى يفهمها صح. بيحب القلقاس غامق. القلقاس دوت يا جماعه عايزاه غامق، حطي شبت. الشبت هو اللي بيغمق، بس خلي بالكم الشبت ده صيدليه ببيتك، جماله وحلاوته. ده يغمق بقى كده ويغلي، وايه وافرغه اعملوا له شوربه كده عشان تعملوا جنبه شويه رز وتشربوا منه. عارفين يا جماعه كان نفسي تشموا الريحه معايا. هتقولي انت عامله على لحمه يا ام حسن، اقول لكم انا حاطه ميه، والله حاطه ميه من الحنفيه. بس هي الحته دي الايام ايه خير اول خير ربنا بتاع اول الشهر، اهي كانت عندي كده قمت حطاها. واللي يعرف اسمها يقول لي. بس عرفتوا بقى. وهنعمل بقى جنبها ايه شويه رز. هنشوف لو التليفون ما فصلش، كل فيديو تليفون يفصل.
لو التليفون ما فصلش هنعمل ايه؟ هنعمل معاكم الرز ان شاء الله. خير خير خير. بصوا جمال وحلاوته بقى من يغلي لازم يبقى فيه شوربه كده عشان تلاقي ايه تحطي على الرز ده كده خفيف. انا هحط مكعب تاني عشان اللي عندنا بيحبوه غامق. هنشوف الجمال والحلاوه دلوقتي. واللي عايز يا جماعه اعمل له اي وجبات تحت امر، اعمل لكم احسن وجبات. طب الطبخات بتاعت الشهر، اكلة قلقاس، اكلة بسلة، اكلة سبانخ، اكلة فاصوليا، والخضار المشكل، كل حاجة موجودة في مطبخ أم حسن. لفوا لفة في القناة، ربنا يبارك لكم. وصلوا على النبي في الكومنتات وتستغفروا عشان كل اللي يقرا الكومنت بتاعك تاخد ثواب. وشكرا لكل القنوات اللي اشتركت عندي، ربنا يخليكم يا رب. ده شرف لقناة أم حسن إن انتوا تبقوا معايا والله. كل اسم بلاقيه في آخر فيديو عندي بدخل عنده وأعمل اللازم. يا جماعة الاشتراكات عندي ما بتزيدش مع ان انا بدخل عند كل قناه بتكتب لي تعليق بخش الاقيني مشتركه عندها. ايه السبب بقى؟ يلا يا جماعه عشان تاخدوا الثواب في الايام المفترجه. احنا مش اول شعبان اهو. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قولوا اللهم امين. كل عام وانتم بخير يا حبايبي وحشتوني. تعالي بقى يا قمر بعد ما عملنا القلقاس الحلو ده وغرفنا الطبق الحلو ده هقول لك بقى يا جماله ويا حلاوته ولا الريح. الريحة جميل ولا الريحة يا كريمة. قولوا بقى الكلمة دي كانت بتقال في الفيلم ايه. بصوا بقى هنعمل جنبه ايه شوية رز بشعرية. بصوا يا جماعة اللي انا هعمل لهم الرز بيحبوا الشعرية اكتر من الرز. وبعدين ما فرقتش بقى هتقولي بقى ايه ده غالي ده رخيص كله بقى سعر واحد. هنرجع مع بعض اما احمرها عشان ما يعجنش ويلزق. اعرفي التكه اللي جايه دي. بصي يا حبيبتي عشان ايه احنا طول عمرنا بنحمرها ولا وحدنا ولا عملنا وهي كانت بتطلع معانا بالبركه وبتبقى متوحده باذن الله. اسالك ايه عشان توحدي اللون بتاع الشعريه تعملي ايه؟ ترمي فيه معلقه ملح زي دي كده وتبقي تخلي بالك بقى وانت بتحيقي الملح اهو الرز تعملي ايه؟ تبقى عارفه ان انت حاطه معلقه ملح مع الشعريه عشان ما يطلعش منك حادق. ولا قدر الله ولا قدر الله ولا قدر الله كده حادق تدوقي كده الميه لقيتيها حادقه تعملي ايه؟ نقيسي الميه وتحطي ميه من جديد. هو ده الحل. او ترمي فيها بطاطسايه تقطعيها كده ايه شرايح بسيطه رفيعه وهي نيه تبصي تلاقي اتسلقت مع ميه الرز وسحبت الملح الزيت. هو ده ايه الطريقتين اللي عندي. انا صراحه ساعات كنت ايه انقص الميه بداياتي بقى غصب عني كانت الملح ايديا ما بتظبطوش فكنت بدلق الميه اصفيها واقوم حاطه ميه من جديد ميه مغليه بقى واحط بقى معلقه الزبده. خلاص هحمرها ونرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. متوحده اهي. وحدوا الله لا اله الا الله وتقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. دي كنز من كنوز ايه الجنه. واستغفروا وصلوا على النبي يا جماعه قبل ما نيجي. وتقولوا محضره الميه دي ليه؟ عشان عماله اكح اعمل اي حاجه سخنه. ادعوا لي بالشفا يا رب اشفينا ويشفي كل مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين وموتى الناس كلها يا رب. بس يا حبيبتي بقى لحد ما حمرت الشعريه كويس قوي شويه زيت حلوين. ليه؟ علشان نشوح معاه بعد ما تتحمر الشعريه ومتوحده لونها ايه نحمر معاه ايه كوبايه الرز او المقدار اللي انت هتعمليه. هنحط الشعريه اكتر من الرز. تكوني ايه هي على النار بقى كده اهو متشوحه ومية مية. ربنا يكفينا شر النار. في ميه مغليه هنفضيها بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا حبايبي في رز بياخد كل كوبايه بتاخد ايه كوبايه ونص كوبايتين. وفي رز سبحانك يا رب ياخد ايه كوبايه واحده. فانت شوفي الرز اللي انت جايباه وخلي بالك بقى تقيسي كده لايه للعنقوده بتاعت المعلقه اللي هي هنا العنقوده دي اللي بيتعلموا الرز. خلاص بس اول ما يغلي بقى كده جماله وحلاوته تدوقي بقى الحلو.
انا كنت حاطه ملح مع الشعريه، كده ناقص ملح. هنشوف بقى، نحط شويه ملح ونرجع تاني. شوف الجمال والحلاوه. كده انا ايه، قست الميه اهي كده بالنظريه مغطيه الرز. لو عوزت بقى بميه برضه ازوده ميه سخنه، هو حسب الرز بقى يا جماعه. ما بقاش الرز ليه معيار في الميه صراحه، عشان ما نكدبش على بعض. هروح احط شويه ملح واجيبها مع طبق القلقاس الجميل السكر ده، يبقى طبق رز حلو كده زيكم وعمل زيكم. يلا بقى صلوا على النبي وخشوا بقى القناه واشتركوا ولفوا لفه كده وشوفوا حاجات رمضان ازاي القطايف بتتعمل، من اول العجينه لغايه ما تقليها وتحشيها وتخزنيها، كل حاجه. والجلاش عاملاه لحمه مفرومه، عاملاه بالشربات والمكسرات يعني السوداني وجوز الهند وكده. ولما فيش يا جماعه والله بيبقى جميل وبسيط. وعامله الكنافه في الخلاط، والكنافه كده الطريقه العاديه. تحط بقى الرز اهو واحنا بنتكلم كده، لفوا يعني. كل بصوا يعني رز في الخلاط، رز بلبن في الخلاط، ملوخيه في الخلاط، كنافه في الخلاط، كل حاجه في الخلاط. الخلطه بتاعت المحشي، الخلطه قصدي بتاعت القلقاس عملتها في الخلاط. انا كنت بعملها في الفول زي زمان. يلا بقى بصوا الشرب ازاي، هوطي عليه خالص زي الشمع واغطيه وارجع لكم تاني. اروح احط ذره الملح. مش بقول لكم يا جماعه الرز ما بقى زي الاول اللي احنا نعرف المعيار، لا. اهو بصوا حاطه المعيار بتاعه وقست كده وعملت كده صح. جاي اعمل كده لقيته لسه، بس شكله مبحرق ازاي. لقيته لسه عايز ميه. هعمل ايه بقى، هفتح فتحه كده في النص وزودي بق الزيت عشان بص مفرفت ازاي. مفرفت اهو ومش لازق اهو، شايفين الجمال والحلاوه، بس لسه ني. فهعمل فتحه كده في النص اهي، ومحضره ميه مغليه اهي. شايفين الجمال والحلاوه. وهغطيه بقى واسيبه. بصوا يا حبايبي انا بحط الكنكه ازاي او براد او اي حاجه، بلاش تستعملوا الكتل. الكتل يا جماعه اللي اتحط في الكهرباء واشتغل ده بيسحب كهرباء جامد. حاولوا توفروا، يعني احنا في بيوتنا نحاول نوفر. عارفين انا بحط الكتل عن ايدي بعيد خالص. قلت لو للضروره لاي سبب البوتاجاز في حاجه بتصلح بتعمل وعايزه مثلا اعمل واجب مع اللي جايين، او حاجه سخنه او ده لو، او مثلا بعمل وجبات كتيره وعايزه ازود ميه مغليه، ده كل فين وفين. لدرجه ان انا كنت ناسيه انا شايلاه فين. هنشوف الرز بقى مع بعض. حاولوا توفروا في بيوتكم يا جماعه.